كل الستات عارفة حبوب منع الحمل وعارفة ايه الأعراض الجانبية اللي بتظهر في أول الشهور أو على مدار شهور كتير بعد أخذ الحبوب دي أو أثناء أخذها، اللي هي النزيف والإحساس بحرقة الصدر أو إحساس بارتجاع كده في المريء، ودي ممكن يبقى فيه زي إمساك أو زي ألم في البطن، لأن الحبوب دي بتقلل حركة الأمعاء. ده كله مش بخاف منه، ده كله أغلب الستات عارفاه. اللي خاف منه هو النزيف الشديد، لو في على فترات متفاوتة نزيف شديد مع أخذ الحبوب دي. طب ليه؟ في ناس كده بيبقى الموضوع عندها وراثي، ممكن يحصل معاها حمل خارج الرحم، أو أي واحدة حصل معاها حمل خارج الرحم وابتدت تاخد حبوب منع الحمل، دول أكثر عرضة إن هم يحصل لهم اتوبيك بريجننسي أو حمل خارج الرحم بسبب تأثير البروجسترون اللي هو بيقلل ليونة قنوات الرحم. وأي عرض من الأعراض الطبيعية المعروفة في الموضوع ده زاد عن حده، خلاص برجع للطبيب مباشرة. واخيرا وليس اخيرا، ربنا يحمينا ويحميكم. السلام عليكم.